عندي سؤال. هل فعلا الإنسان أصله قرد؟ وليه إحنا أمة اقرأ بنخاف نقرب من التطور؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في ركنولوجي أصدقائي المميزين. النهاردة هنغوص في واحد من أكتر المواضيع اللي بتثير الجدل، لكن المرة دي بنظرة مختلفة هتشوف فيها العلم والإيمان مش أعداء. هل أصلا التطور بيتعارض مع إيماننا، ولا في رؤية أعمق بتكشف عظمة الخالق من خلال العلم؟ النهاردة هنفكر سوا في فهم التطور، ونشوف إزاي الفهم العلمي ممكن يعزز إيماننا بدل ما يضعفه. ولكن قبل ما نبدأ، لو عجبكم اللي بنقدمه اعملوا لايك وسبسكرايب علشان تكونوا جزء من مجتمع ركنولوجي. ويلا نبدأ. لما بنسمع عن نظرية التطور، أول صورة بتيجي في بالنا هي صورة الإنسان وهو طالع تدريجيا من شكل القرد. بس خلينا كده نهدى ونسأل نفسنا، ليه الزرافة رقبتها طويلة ولسانها كمان؟ وليه في طيور بتطير وطيور تانية ما بتطيرش؟ إجابات الأسئلة دي العلم بيحاول يجاوبها من خلال حاجة اسمها نظرية التطور، لأن نظرية التطور ببساطة هي محاولة علمية لفهم إزاي تنوعت الكائنات الحية عبر ملايين السنين. بتقول إن الكائنات الحية بتتطور تدريجيا، وإن في جذور مشتركة بينها. بس النظرية مش قرآن، ولسه فيها فرضيات وفيها أسئلة مفتوحة، لكن الكتير من الأدلة بتأكد إن التطور حقيقي، وإحنا بندرسه مش علشان نرفضه أو نصدق كل تفاصيله، لكن علشان نعرف ونفهم إزاي تطورت الحياة على الأرض مع مرور الوقت. والتطور الكبير أو كمان بيتسمى التطور الواسع له نوعين رئيسيين. النوع الأول التطور المتباين، بيحصل لما يتطور نوعين مختلفين من جد مشترك، لكن كل نوع بيكون له خصائص مميزة اكتسبها مع مرور الوقت. زي مثلا عصافير داروين. العصافير دي بتعيش في جزر جالاباجوس في المحيط الهادي التابعة للإكوادور. وعلشان الجزر دي طبيعتها متنوعة، كل مجموعة من العصافير اكتسبت صفات علشان تقدر تعيش في الجزء اللي بتستوطنه من الجزر. في عصافير بقى عندها منقار عريض وقوي علشان الغذاء المتوفر في الجزيرة اللي بيستوطنها هو الحبوب وصعبة الكسر، فلازم يكون منقار عريض علشان يكسر الحبوب. وفي عصافير بقى عندها منقار طويل ورفيع علشان الغذاء المتوفر في الجزيرة اللي بيستوطنها هو الحشرات والزهور، فلازم يكون منقار طويل ورفيع علشان يكون أسهل له صيد الحشرات وعلشان تمتص رحيق الزهور. وفي كمان عصافير بقى عندها منقار حاد علشان الغذاء المتوفر بتصطاده من البحر، أو مكسرات بتفتح قشرتها بمنقارها. وعلى الرغم من جدهم واحد، إلا إنهم تطوروا لأنواع لكل منهم صفاته اللي خلته قادر يعيش ويتكاثر، ولولا تطورهم وتكيفهم كانوا انقرضوا. النوع التاني هو التطور المتقارب، وده بيحصل لما نوعين مختلفين بيكتسبوا صفات معينة تساعدهم على التكيف والتكاثر. زي الدلافين والأسماك. الدلافين ثدييات بحرية، أما الأسماك فقاريات بحرية. وعلى الرغم من كده الاتنين عندهم صفات مشتركة، زي انسيابية الجسم اللي بتسهل لهم الحركة في الماء. إذا التطور موجود ولا يمكن إنكاره، وهو أداة ربنا جل وعلا منحها لمخلوقاته علشان تتكيف وتعيش وتتكاثر. فليه نرفض مفهوم التطور علشان نظرية ممكن تتغير مع مرور الوقت؟ وتعالوا برضو نرجع لسؤالنا، هل الإنسان أصله قرد؟ الحقيقة ان النظرية مش بتقول كده بالظبط. النظرية بتقول ان القردة والبشر عندهم سالف مشترك. طيب انتوا عارفين ان البشر والفيلة عندهم سالف مشترك؟ طيب بلاش الفيلة، عارفين ان البشر والزرافات برضو عندهم سالف مشترك؟
وبرضو زي ما في صفات مشتركة مع القردة برضو في صفات مشتركة مع الزراف، زي مثلا ان البشر والزراف عندهم نفس عدد فقرات العنق، وبرضو الفيلة عندهم نفس عدد فقرات العنق اللي عند البشر والزراف اللي هم 7 فقرات. ايه رأيكم بقى أصدقائي المميزين؟ ده منورش عندكم لمبة ماكت؟ زي مثلا ان الخلية الحيوانية واحدة، واننا طبيعي يكون عندنا صفات مشتركة مع كائنات اخرى، وان ده دليل على وحدانية الخالق، مش على ان الانسان اصله قرد. طيب ازيدكم من الشعر بيت. هل تعرفوا اصدقائي المميزين ان احنا عندنا سالف مشترك مع الشجر؟ والله زي ما بقول لكم كده. احنا كمسلمين مش لازم نرفض العلم ولا لازم نوافق على كل تفاصيله حرفيا. ممكن نفهم التطور كأداة من أدوات الخالق، مش كبديل عن الإيمان. ربنا عز وجل قال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. وبما إننا كبشر طلع عندنا سلف مشترك مع القردة والفيلة والزراف وحتى الشجر، ليه ما نقولش إن الطين ده هو الأصل البيولوجي المشترك لكل المخلوقات؟ أنا شايفة إن العلم والدين استحالة يكونوا متعارضين مع بعض، وكل ما نتأمل أكتر كل ما هنعرف عظمة الخالق عز وجل. وعارفين يا أصدقائي المميزين، أنا شخصيا عندي نظرية لاحظتها من واقعنا. أنا شايفة إن بعد 6 مليون سنة مثلا، إذا الإنسان عاش يعني ونجا من اللي بيحصل حوالينا، مش هيكون عندنا دروس عقل. زمان كان حاجة الإنسان لدروس العقل كبيرة جدا، لأنه كان بياكل أطعمة جافة وأسنانه بتبوظ، فلازم يظهر له أسنان جديدة على أوائل العشرينات علشان يعرف يكمل بيها. لكن حاليا مع التقدم والأطعمة الطرية بقى الفك أصغر، وغالبيتنا بيحصل لهم تشوه في ضروس العقل، وغالبا بنشيلها وأصبحنا مش محتاجينها بسبب كمان التقدم الطبي في طب الأسنان. وده تطور حقيقي بيحصل لينا وحوالينا وإحنا جزء منه. ما تخافوش أبدا إنكم تتأملوا وتقروا وتفكروا. ربنا عز وجل قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. وبس كده أصدقائي المميزين، ده موضوعنا النهاردة. قولولي، هل عندكم نظريات عن التطور زي نظريتي عن دروس العقل؟ شاركوني في التعليقات وقولولي رأيكم في الحلقة، ولو عجبتكم اعملوا لايك وسبسكرايب في روكنوليدج، وشاركوها مع أصحابكم علشان تكونوا جزء من مجتمع روكنوليدج المتحمس للمعرفة. وما تنسوش كمان تعملوا لايك للفيسبوك والإنستجرام، هتلاقوا اللينك في الوصف. واستنوني في الحلقة الجاية، واشوفكم على خير أصدقائي المميزين. مع السلامة.